شوفوا هذا كاتب لي عادي تزوجني اختك متعة. اولا يا ذكي، هذا سؤالك المفروض ما تسأله الي، تسأله لابويا. ليش؟ لانه ابويا هو المسؤول على زواج اختي، واذا كان ابويا ما موجود فجدي ابو ابويا هو المسؤول على زواجها. لا احد له الولاية على زواج البنت البالغة سوى أبيها وجدها لأبيها، هالاثنين غيرهما ليست له ولاية أصلا. ثانيا، لنفرض أنه أنا عندي بنية وأنت جيت قلت لي عادي تزوجني بنتك متعة، أكيد ما راح أقبل. ليش؟ لأن زواج المتعة هو زواج مؤقت، وأنا ما عاجبني أزوج بنتي زواج مؤقت، أريد أزوجها زواج دائمي. بعدين تعال خل أفر عليك الستيرن. انت تدري زواج المتعة مذكور بالقرآن؟ ما يدري يا عيني، ما يدري. بسم الله الرحمن الرحيم: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. شنو رأيك؟ تعال بعد خله فر عليك الستيرن. بكتاب صحيح مسلم اللي هو كتابك، بل أصح الكتب عندك من بعد القرآن، يقول لك عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء، يعني زواج المتعة. بوم! ايش دا يصير بصحيح مسلم؟ ايش دا يصير؟ وهذا حديث صحيح، تقدر تبحث عنه. انت تدري منو حرم زواج المتعة؟ خطية راح يقول انا شو ورطني تدري منو حرم المتعة عندكم؟ عمر. بكتاب صحيح مسلم اللي هو كتابك، عمر يقول: متعتان على عهد رسول الله وأنا أنهى الناس عنهما وأعاقب عليهما، الأولى متعة الحج والثانية متعة النساء. يعني الرسول حلل زواج المتعة بكتابك وعمر حرمها. بشي رب العالمين محلله بالقرآن والرسول أكد عليه وبعدين يتحرم فجأة. واو. تعال فر عليك الستيرن أكثر وشوفك منو كان متزوج متعة. شو ورطك؟ بكتاب صحيح مسلم الصفحة 1405 يقول لك: قدم جابر بن عبد الله معتمرا، يعني واحد اسمه جابر بن عبد الله اجى من العمرة. يقول لك: فجئناه في منزله، يعني رحنا له للبيت. يقول لك: فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر. بوم! كتابك وليس كتابي. صحيح من اسمه صحيح مسلم، بعد لا تعيدها، ترى كلش عندي عادي أتحول ذو الفقار المغربي. بس أريد أشوف شكله هسه شلون صار. تحياتنا الكليان مبابي يابا.